اول مره هقولها، كان هيتجوز ايتن عامر. اول ما لقى شيماء رمى ايتن عامر. في كلام كتير بيتقال الفترة دي، والحقيقة إن الكلام ده كله غلط، لأنه باختصار أنا تجارة العجول ماليش فيها، بس ممكن يبقى ليا فيها في رمضان. غضبت الفنانة أيتن عامر من والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال بسبب التصريحات التي أتت بها مؤخرا، وتحدثت فيها عن أن المستشار المدان بقتل ابنتها أيمن حجاج كان معجبا بالفنانة أيتن عامر قبل أن يرى ابنتها فيعجب بها وينسى أيتن. وأثارت هذه التصريحات غضب الفنانة أيتن عامر التي ردت بطريقتها الخاصة عبر حسابها الرسمي على الانستجرام وقالت: سمعت إشاعات كتير عني الفترة دي، بس أنا ماليش في تجارة العجول، كتعبير عن رفضها للزج باسمها في هذا الموضوع. وتعرضت والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال لانتقادات عديدة نتيجة تصريحاتها في عدة مواقع بالتزامن مع عرض مسلسل ورد وشوكولاتة الذي تتشابه قصته مع قصة ابنها. في مسلسل ورد وشوكولاتة تتعرض المذيعة مروة التي تلعب دورها الفنانة زينة للقتل على يد زوجها العرفي المحامي صلاح، الذي لعب دوره الفنان محمد فراج وصديقه الذي تعاون معه في قتلها بمزرعة خاصة أدعى أنه اشتراها لها لاستدراجها داخل المزرعة وقتلها بعد تهديدها له بإفشاء أسرارها وفسادها وفضحها في المجتمع، وهو ما حدث تقريبا في الواقع بين شيماء جمال والمستشار المدان بقتلها. وكان أسدل الستار نهائيا على القضية الأكثر إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، وهي قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق زوجها المستشار أيمن حجاج وشريكه حسين الغربلي داخل سجن الاستئناف، وذلك بعد استنفاذ درجات التقاضي كافة وتصديق المفتي ورئاسة الجمهورية على الحكم. شارك في بطولة مسلسل ورد وشوكولاتة الذي حقق نجاحا كبير ونسب مشاهدة عالية وسط حالة كبيرة من آثار الجدل بجانب محمد فراج وزينة، كل من مريم الخشت ومحمد نصار، صفاء الطوخي، محمد سليمان، يوسف حشيش، آية سليم. وردت أيتن عامر لأول مرة عبر فيديو قصير على حسابها الرسمي في انستجرام خرجت فيه عن صمتها بطريقة ساخرة ولطيفة، مؤكدا أن كل هذه الادعاءات غير صحيحة. واستخدمت الفنانة الشائعات لتسليط الضوء على عملها الفني الجديد، معلنا عن مشاركته في مسلسل كلهم بيحبوا موجي المقرر عرضه في رمضان 2026. مسلسل كلهم بيحبوا موجي يجمع أيتن عامر مع الفنان ياسر جلال وعدد من نجوم الدراما المصرية، بينهم هدى الإتربي، أميرة فتحي، ريهام الشنواني، مصطفى أبو سريع، جودي مسعود، ومحسن منصور. العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق. وقد اقترب فريق العمل من إنهاء تصوير معظم المشاهد في إحدى القرى السياحية، مع استعداد المخرج لتكثيف التصوير لضمان عرض العمل ضمن ماراثون رمضان القادم. بهذا الفيديو تمكنت أيتن عامر من كسر حالة الجدل ونفت بشكل واضح أي علاقة لها بالقضية، بينما أثارت الشائعات موجهة اهتمام جمهورها قبل موسم رمضان 2026 ما منح المسلسل زخم إعلامي مبكر.